يصبح النور وصباح الورد وصباح الياسمين، وإن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم سعيد، وجيتكم بنهاير جديد وروتين جديد وفيديو جديد. وفيديو اللي اليوم فيه دبار القلاي كما تعرفوا. رمضان مش رمضان، عاد العيد الكبير قرب كهو، عاد تويكا باش نبدو في تحضيرات العيد الكبير. حبيت نبارتاجي معاكم دبارتي بما انها هي دبارة متاع عيد الكبير. قلاية قلت يا خلينا نبارتاجيها معاكم. ديجا قبل هبطتها زيادة وكل شيء، اما حبيت نعاود نبارتاجي معاكم الطريقة متاعي، خاطر مش الناس كلها طيبها الطريقة هذه، خاطر برشا يعملوا بطريقة اخرى، مش برشا هما الاغلبية يعملوا بطريقة اخرى. اما الطريقة اللي نعمل بها انا الحق القلاية متاعي بنينة بنينة بنينة، مش واحد يشكر روحه ولا حاجة، اما جربوها بالحق راهي بنينة بنينة. سرتو اللي هي اللحم فيها بالطريقة هذه يطيب، فهمتوا؟ يطيب يطلع هبزة كما يقولوا فيها. حسيلو بديت لكم نهيري من أول قبل ما نبدأ لكم العشاء معناها، وكل نبدا لكم الفيديو طول في العشاء، خاطر جيت نعمل في القلاية متاع العشاء نلقى فيديو قصير، قلت خليني ندخل معاه روتين صباحي معناها فطير الصباح وكل شيء، وخارجة خرج زادة عندي قضيتهم وفطرت البر وكل شيء، قلت خلينا نبارتاجي معاهم الحاجات هذوما ومن بعد نعطيهم الدبارة اللي هي قلاية. فلانة حضرت فطيري متاع الصباح كيما اللي كتب من ربي، حطيت عظمتي تصمت حطيت كعيبة كرواسون، حطيت طرف من كيك طيبته. وجيت لهنا نحضر في قهوة شيكوري وكعيبة هكا وشوية فقوس وتوابع جبن وركضت الحليب وحضرت فطيري، والحمد لله يا ربي يفضل الفضل، يا ربي أدمها نعمة واحفظها من الزوال. ونتعدى بكم مشيت زاد كما قلت لكم، مشيت للبلاد، روحت للبلاد يا أخي، عملت دورة في البلاد، عندي قضية وكل شيء باش نقضيهم. فطرت ديجا فطوري معناها في وسط البلاد، معناها ما روحتش بكري وكل شيء، ما حضرتش فطوري في الدار، حضرت معاكم كالعشاء. لهنا كما شفتوا في البلاصة البلاد تعدينا فطرنا في المخزن المطعم هذا، ديجا ديما نصوركم فيه، الحقيقة ديما نفطر فيه خاطر ماكلته بنينة. خذينا لهنا ستيك باني، وخذينا بريك وسلايط وشربة، هذا كان شنو فطورنا. ومن بعد روحت للدار توا باش نتعدى معاكم لدبارتي شنية قلاية كما قلت لكم في اول فيديو. خذيت لهنا لحم علوش، خذيت قلب كبدة مرمر، شوية ليا شوية شحم، قطعتهم الكل مع بعضهم. نوري فيكم الساعة لهنا قبل كل شيء شنو هو اللحم، حطيت توا باش نقطعهم الكل مع بعضهم. ومن بعد نوريكم طريقتي اللي هي ديجا بارتاجيتها معاكم قبل، اما نقعد ديما نبارتاجيها معاكم خاطر طريقه بنينه بالحق. القلايه تجي بنينه وما هيش قويه وفاوحه، واللحم طايب كما قلت لكم، طايب هبزه بالحق، طايب 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 لين يذوب ديجا اللحم، خاصه كان جا اللحم متاع علوش صغير ولا لحم بقري طري معناها وكل شيء، يجي اللحم يذوب تلقاوه كان ذايب. كملت قطعت اللحم الكل، وتو باش نصبلو الزيت، صبوا الزيت بالباهي، ماهوش شويه معناها متاع تقليو كهو، نصبوا بالباهي زيت، تشوفوني قديش صبيت زيت،
كونتيتي باهية، ونغطي الطنجرة متاعي ونحطها على الغاز تقعد تطيب سلة 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 سلة. أكل اللحم يسيب الماء متاعو. كما شفتوني هكاك صبيت الزيت حطيته على النار. كما قلت لكم اللحم سيب الماء نتاعو، تنوريكم تويكا كيفاش اللحم سيب الماء نتاعو ويقعد يطيب هكاك في الماء نتاعو. فهمتوا شاهو كما تشوفوا فيه لهنا يقعد يطيب في الماء نتاعو لين يقف على الزيت اللي صبيناه له. من بعد سي معناها وحبيت نوريكم نركز لكم كيفاش اللحم سيب الماء. كي حب عودت نركز لكم كيفاش اللحم قاعد يسيب في الماء نتاعو ويطيب فك الماء هذاك اللي سايبه. من بعد لين تسمعوه يبدا كتش هذيك نتاع الزيت. فهمتوا؟ تنسمعكم شويه من صوت الزيت نتاع التقليه. ان شاء الله تكونوا سمعتوا التشتيشكه نتاع الزيت. حبيت نركز لكم على كيفاش وين يوصل معناها اللحم وكل باش هوك اللي مبتدئ ومازال اول مره يطيب القلاو وكل. هوك طريقه سهله برشا. نجو تويكا باش نفوحوا بالفلفل الاكحل والكركم والملح. هذوما هما الفاحات نتاع القلايه وتجي قلايه بنينه ونودكم وما نشهيكم حصيلوا. والعيد جاء وباش نشبعوا هكا وقعدت كما قلت لكم حطيتك الكركم توا الملح وباش نمرق توا بالماء سخون. نمرقوا بالماء الدافي. نغموه اللحم غمانة. نوريكم كيفاش باش نغموه قبل ما نمرق. عاد نخلطك البزارات الكل نخلطهم باش اللحم الكل ياخو اكل جو متاع البزارات. فهمتوا؟ قبل ما نصب الماء. وتوا باش نصب الماء دافي نصب بشوي بشوي الماء كما قلت لكم لين اللحم الكل يتغم. اني باش نوريكم كيفاش اللحم مغموم بالماء. هكا اللحم غميته بالماء وتوا باش نغطيه ويعاود يطيب هكاكا سله سله لين يعاود يسيب الزيت. باش يسيب يقر الزيت نتاعو ويعاود يقف معناها على الزيت اللحم هذاك. ومحلاها كالصوص في الاخر تقعد نتاع الزيت راهو ماهوش زيت قوي ما يجيش زيت قوي. وتحبوها القلايه ما تجيكمش قويه بصراحة. تعملوا مش برشا زيت زيتونة تخلطوا ما بين الزيت زيتونة والزيت إلا زيت نباتي صافي. فهمتوا؟ ما تجيش قوية برشا القلاية. تويكا القلاية متاعي حضرت وقفت على زيتها كما شفتوها ونودكم وما نشهيكم. وهذا صحيح القلاية من عندي ليلكم. وهذه دبارتي لليوم. وان شاء الله يا ربي فيديو اليوم عجبكم. بالطبيعه ما تنسونيش في دعمكم ليا بجيم والاشتراك في القناه اللي مازال اللي تخلي القناه وعجبوا الفيديو يشترك في القناه ويفعل جرس الجرس باش يوصلوا كل جديد. وتوا ما قبل من نكمل الفيديو خرجت في الليل مشينا خدينا كعبة كرواسون وكيسين جي من تشاتشاو. كيف صورت شويه قلت هيا خلينا نحطها مع الفيديو باش يجي هكا فيديو طويل شويه ما يجيش الفيديو قصير. اللي يعرف تشاو اللي ياخو من تشاو يعرف قديش عندها قديش الكرواسون نتاعها معناها بنينه والكل فيها بصراحه. واحنا نحبوا اكل الكرواسون بالمونط والشوكولا زاد هيك بنينه الكرواسون هذيك. وتوا ولاو عملوا كرواسون جديده بالبيستاش زاد بنينه. بالحق بنينه بيستاش ومونط. كما قلت لكم ما تنسونيش في دعمكم للقناة. وما نعرفش علاش المشتركين في القناة راهي الإحصائيات لأن كي ندخل للقناة المشتركين في القناة ما همش قاعدين يتفاعلوا. أي توصلت بكم لآخر فيديو نخليكم في أمان الله وباي باي.